اهلا بكم في قناتكم قناه اسرار الشطرنج. النهارده زي ما كل مره ضرب الجديد نتعلم منه اوبننج ميدل جيم اند جيم. تعالوا نلعب نتعلم مع بعض. نعمل برضو كاستم ونعمل 10 ان شاء الله. لو جالي واحد تحت يعني تحت 2400 ممكن نلعب معاه بدأ ملك. ممكن لو بالاسود يعني برضو الكاروكان عايز برضو ناس كتير يعني بتحبه. لو في ناس طبعا عايزه غير الكاروكان ممكن نجرب حاجه غير الكاروكان نلعب مثلا بدأ ملك. لكن بصراحه انا مش ما انا برضه مقتنع بحاجه بصراحه. اللي يلعب دفاع لازم يكون متقنه اتقان قوي. ما ينفعش العب دفاع وانا مش عارف في حاجات معينه مش هيستفادوا مني جامد يعني. لكن انا مثلا ممكن العب اي 5، ممكن العب كاروكان، ممكن نلعب فيه يعني نجيب فيه. نحاول تاني. لو ما جاش هنعمل عادي وخلاص، رابط 10 وخلاص، وعايز زي ما تيجي بقى هنعمل ايه. ما الموقع ده بحالات يعني ما تعرفلوش يعني ساعات كده وساعات كده ما تعرفش. خلاص نعمل 10 عادي وخلاص عشان ما نطولش على الناس. اجي على طول. المفروض 300. مش نلعب كاروكان برضه عشان الناس بتحب الكاروكان. لو عايزين حاجه غير الكاروكان قولوا لي. طبعا هو داخل في حاجه يعني تقريبا مريحه شويه، مريحه شويه الاسود يعني. طبعا لو عايز يغلس ما ياكلش بيلعب حاجه زي كده مثلا، ممكن يلعب الادفانس كده يعني. يطلع بالحصان عادي جدا. بس خلي بالكم برضه الدور ده غلس قوي بالنسبه للاسود برضه يعني مش سهل برضه تلعب فيه يعني بالاسود. ممكنش اغطي بالفيل ولا اغطي بالحصان عادي وخلاص. طبعا اغطي بالحصان ممكن العب حاجه زي كده اروح ابيت بس ياكل بقى وياكل ياكل ياكل ويركب لي حاجه نلعب له كده حسول هتكسرنا على طول راح دماغي. لكن بس هو مش هياكل طبعا هيرجع ورا. اروح ابيت خلاص. شوف الفيل ده يشرب ايه بعد اذنك يعني مش هنطول هنا قوي يعني بصراحة يعني. ممكن نجي على حاجة زي كده. هدا راجل كده على طول. هو عايز يبسط الدنيا شوية يعني يقول لك انا بلعب مع حد تقييمه اعلى مني. خلي بالك في ناس كده، خلي بالك يعني في ناس يعني كل واحد وطبيعته. في ناس يقول لك العب ايه انا تقييمه اعلى مني ابسط الموقف، لو خدت لي تعادل خلاص مش مشكلة وبتاع. في ناس بعدها اروح قتالية يقول لك لا انا العب واكسب حتى لو تقييمه اقل منك يقول لك لا العب واكسب مفيش مشاكل. هو لو بيلعب عايز يكسب يلا جاي في مثلا كده يبص على الناحيه دي كده يعني عايز يلعب، لكن ايه يكسر خلص الدنيا كده مش. هات يا عم نضغط لك على الباقي ده زي ما تيجي. نجيب حصان هنا. في لعب شغال برضه كويس. ناكل كده ونكسر ولا ايه يعني مش فاهم ناخد ده وقع ولا ايه. هو طبعا في حاجه زي كده دلوقتي يلعب ايه. ممكن ياكل بالوزير اكل. بس المشكله بيرجع بحصان بيرجع يحمي عادي يعني مفيش مشاكل يعني. طب ممكن ياكل بيض على طول عادي يعني. ارجع وزير ساعتها. او ممكن ياكل بالوزير ارجع عايز العب حاجات زي كده مثلا يعني. انا باجي بالوزير بطالب ده وطالب ده. بطالب ده وطالب ده. في عندنا حصان بينط. في حصان بيجي هنا ضغط على ده برضه. ممكن حاجه زي كده دلوقتي. حاجه زي كده بس طبعا انا ممكن العب حاجه زي كده دلوقتي. دي طالبه برضه ايه رخ على طول وطالب بيدا. ممكن يرجع كده دلوقتي بس يخسر ده. طبعا دي اعتقد مستعجله شويه يعني.
ما تهاجمش وانت لسه عندك مشاكل، يعني انت عندك مشاكل ما تهاجمش على طول، يعني في عندك مشاكل عالجها، وبعد كده ابتدي بقى العب بقى، هاجم، العب في فول براحتك، العب اعمل اللي انت عايزه. طبعا هو ساب ده خلاص كده، يعني هو سلم الامر لله يعني. مثلا ياكل ده، بس طبعا هو عنده بدأ زي، خلي بالكم، ده بس مفيش بدأ ولا حاجه، باكل كده واكل اديني كش دي، ممكن اغطي بالحصان يعني لو عايز يعني، بس طبعا ممكن امشي على طول برضه واغلس عليه وبعدين ده بكش برضه. بعد كده بكش كمان، دي مسخره يعني. هو ممكن يديني كش كده وياخد ده في الاخر، بس هو طبعا مش، انا ممكن اسيبه اطلع كده عادي على فكره، لو اكل ده باخد ده بكش. طبعا ما يقدرش يخش جوه، يضطر يطلع بره، باخد بكش تاني. وممكن خلي بالكم ارجع كده احمي ده على طول يعني لو انا عايز احمي يعني، بس طبعا انا عندي بادئ كتير، باكل ده وده، وعندي بدقين ساكين في النص، وعنده اي واحد سالك، بس مش مشكله، اطلع كده عادي. لو اكل ده باخد ده بكش، ده بكش. طبعا الكش ده خلي بالكم بيغطي بحصان عادي يعني، مفيش مشاكل، فطبعا لازم اكل ده بكش الاول، طلع بره طبعا اجباري، لو دخل جوه باكل بكش، بديله كش تحت مات، كش تاني كده تمام. ممكن لو حاجه زي كده دلوقتي خلي بالكم عايز الكش دي مثلا يعني، هو ما عندوش حاجه خلاص يعني، الدنيا كده عنده ايه مقفل يعني، بس طبعا دي ممنوعه، خلي بالك الكش دي ممنوعه عشان حصان وزير وضربه. ممكن اديله حاجه زي كده مثلا، بس طبعا حصان، عايز اخش حصان في اللعب. ممكن العب دي، عايز ده، عايز الكش دي. كده انا معايا بدقين زياده، اه معايا بدء سالك هو، بس انا معايا بدقين سالكين برضه يعني، الدنيا مش، انا برضه الدنيا عندي اخطر شويه برضه بالنسبه لي. منع الاتنين، منع دي ودي، كلام مظبوط برضه مش وحش. انا الكش دي كويسه برضه، ممكن ازح كده على طول على فكره يعني، بس انا الكش دي الاول وازح كده بعد كده. في حاجه احسن، عايز ازح كده على طول، عايز الف حصاني، عايز ازح تاني بدأ. ممكن لو جه طلب حصاني مثلا ازح تاني حماته بالوزير كده يعني، نكسب وقت يعني. هو لسه عنده بدأ، لسه في اتنين، أو انا عندي بدأ في خمسه، خلاص بقى قرب يترقى خلاص يعني. كان البدأ مهم على فكره، ممكن اكسر معاه دلوقتي، بس طبعا تكسيره مش كويسه، مش في صالحي. انا ممكن ازح بدأ تاني، عايز ده، عايز الكش دي جامده برضه، وعايز يحل بدأ تاني. طبعا هو بصراحه هيمنعها، طبعا زحت البدأ هيجي كده، ممكن اديله الكش وبعد كده زحت البدأ، عايز يكسر باي طريقه الراجل. طب ممكن امشي بكش الاول كده، الكش ماشي بكش دي جامده على فكره. كده زح كده، ما اعرفش يعمل فيه ايه، هيترقى البدأ ده، هيترقى خلاص تقريبا يعني بنسبه كبيره قوي. انا زحت كده اعتقد ده البدأ ده اترقى خلاص، لما يضحي فيه. عايز اجيب وزير، عايز دي في دي، وطبعا لو منعها كده طبعا مفيش معاها خلاص، انا عايز كده اجيب وزير على طول، طبعا لو اكل هجيب الحصان، هات وزيرك معايا قطعه. انا عايز دول ده احلله تحليل دقيق، اوريكم بقى كان عنده احسن إيه في اللعب يعني، طبعا دي طبعا منطقيه طبعا. طبعا دي خلي بالكم بيديني الكش دي، بغطي بالبيضه او امشي بالملك ممكن يعني، مش مشكله يعني ولا ايه. ممكن اديله الكش دي الاول، اديله كش اول غلاسه، بعد كده العب دي عشان مش عنده كشات خالص، انا العب دي كده كش مثلا، مش غلاسه منطقيه عشان ما يدينيش كش بعد كده يعني، يبقى ايه عنده امل في تعادل ولا كشات اساسا يعني. هلعب دي بعد كده، هات وزيرك ده، اه بس ياكل ده على طول. مم. ممكن ازيح التاني واريح دماغي،
انا ما وريش حاجه، ده محمي بالوزير والحصان وده بيترقى معاه يلا. وكده كده ما عندوش كشات ولا هنا ولا هنا ولا اي حاجه، يزح براحته. انا كده عايز بكش وخلاص. هو بيحاول يعمل لي ايه، اي يعني يروشني ولا يعني ايه. انا خلي بالك انا معايا بدأ سالك، لا انا خلاص انا برقي. انا مش فاضي. كش يا عم. طبعا لو اكل باكل بكش، ممكن اكل بالحصان، اي حاجه صح كله صح يعني. الاثنين صح. أنا طبعا اكل ممكن اكل بكش على طول، ممكن اكل بالحصان. هات وزيرك ده يروح فين؟ وعايز اجيب وزير تاني مثلا يعني كده. طبعا مش ولا كشات برضه، أنا بقول لك الكش دي كانت مهمه عشان يمنع له ايه، اي كشات. هات وزيرك، عايز اجيب وزير. نحل الدور بقى، يعني عايز اوريكم حاجات برضه في الدور ده مهمه شويه. عشان برضه انت لما تيجي تلعب كاروكان، اللي قدامك مش هيلعب لك زي ما انا يعني زي ما بتلعبني، ممكن يلعب لك حاجات مختلفه، مش لازم يلعب لك نفس التفاهه هي بالظبط يعني. اي 4 سي 6 دي 4 دي 5 ان سي 3 بي 5. طبعا هو رايح دماغه هو كده كده على طول طبعا. خلي بالكم، هنا معاك فوق 8 من 10. دي هحكي لكم قصتها. هحكي لكم قصتها بقى عشان برضه انتوا معايا في الصوره برضه. انا زمان كنت بلعب مع واحد زميلي على طول، بدون ذكر اسماء يعني. بلعب معاه كتير، فيلعب لي بدا ملك وبلعب له كاروكان كده اهو. يلعب لي كاروكان كده على التفريعه دي. فنلعب معاه. طبعا هو حافظ الدنيا كويس خالص يعني، هو حافظ اوبننج كويس. فخلاص هو حتى لو مش حافظ هو عارف انا بلعب ايه. فجت مره عندنا بطوله في اسيوط، بطوله دوليه كلاسيك. فانا هلعب تاني يوم مع الشخص ده. طب اعمل ايه، ما هو هو عارف انا بلعب كاروكان طبعا، وبنلعب مع بعضنا ادوار وحافظين الدنيا، وهو حافظني وانا حافظه. طب اعمل ايه. الكلام ده كان سنه 2000 تقريبا 8 او 9 حاجه زي كده يعني، من زمان خالص 2007 حاجه زي كده يعني. طب اعمل ايه يا صاحبي، اعمل ايه. انا لازم اجيب له تفريعه يعني، حاجه نقله جديده ما اتلعبتش قبل كده. كان عندنا طبعا ما كانش عندنا دلوقتي ستوك فيش زي دلوقتي. يعني ستوك فيش ما كانش ظهر. كان عندنا مثلا حاجه زي حاجه اسمها فريدز. فريدز 8 تقريبا يعني. طب اعمل ايه. انا عايز العب نقله غريبه. طبعا هنا خلي بالك لو تفتح الداتابيز ما تلاقيش هتلاقي بي 5 دي رقم 1 2 3 4. رقم 4 بي 5 دي مش وليها اسم على فكره يعني، مش معروفه. اقول لك اسمها ايه. آه، طبعا بي 5 خلي بالك دي كانت دي هنا رقم 4، لا هناك بقى كانت رقم يمكن 8 او رقم 10 يعني قبل الاخيره. فقلت انا همشي وراها واشوفها. ايه بي 5 دي فيها ايه. العب بي 5. هو طبعا لازم يعني لازم ايه، هيفكر بقى كده. عنده هنا اختيارات مفيش غيرهم. هنا يلعب يا بيلعب اي 3 يا اي 5 يا بياكل، مفيش غيرهم. مفيش حل تالت يعني. دي احسن حاجه يعني، غير كده هيبقى تفوق كويس ليا. في طبعا حاجه زي اف 3 طبعا. يعني هو مش هيلعبها. في حاجه زي دي بيشوت بي 3 بحيث ان انت لما تزيح عليه بيمشي وحامل البدء بتاعه. انت فكرتك انك عايز تلعب بي 5 بي 4 وتاخد البدء على طول، دي الفكره بتاعتك الاساسيه. طبعا لعبتها ونجحت معاه يعني، نجحت معاه القصه ان قعد يفكر في النقله دي يمكن اكتر من ربع ساعه تلت ساعه. قعد جاي محضر لي بقى وهيلعب لي ودخلني في مشاكل ولعب وكسبت الدور الحمد لله يعني. دي بوريك ازاي تحضر لحد، سواء انت عارفه او ما تعرفوش يعني. سواء انت تعرف هو بيلعب ايه او ما تعرفش هو بيلعب ايه، انت لازم تبقى ليك تفريعات برضه مفاجاه لاي حد قدامك. طبعا هو لعب هنا طبعا ابسط حاجه يعني النقله الثالثه على الانجن. هو طبعا في حاجات غلسه طبعا زي اي 5، النقله من النقلات الغلسه شويه. في طبعا اي 3 يا عم ايه ما تزحش عليها اصلا، نخش بتفريعه عاديه جدا وخلاص. وطبعا في ان هو ياكل. طبعا الاكل طبعا بتزيح. طبعا خلي بالكم هنا لو اكل تاني وعمل نفسه بيضحي وبتاع بيبقى دوره مش كويس. ليه؟ انك بتاكل هنا عادي جدا. بيلعب حاجه زي كده قال ايه عايز يكشف عليك واخد وزيرك. طب بتلعب الكلام ده خلي بالكم كذا حد يلعبوا لي الكلام ده في الرابد في البريدز. طبعا بتلعب حاجه زي كده هات الفيل وهات داب كش كده هو واخد الرخ منك ومشاكل ما تفوق دخل على اربعه. فمش اي حد يعني ايه يلعب معاك اي حاجه وخلاص. فعايزه برضه ايه تركيز. اه نعم الاسود ما بقاش يعني مش متفوق. لكن هو تحضير كده خلي بالك انك كده ممكن تخش في تفريعه انت اقل فيها في التفوق، بس تبقى دورك كويس. بي 5 بي 4 طبعا هو طبعا رجع ورا كلت بيت عادي جدا. انت تفوق 2 من 10 اقل من 8 لغايه 2 من 10. طلع بالحصان بتاعه، طلعت بالحصان عادي جدا. طلع بالفيل رابطني طبعا مش رابط، طبعا مش رابطني ولا حاجه. طبعا لعبت له اي 6 عادي جدا ايكوال دلوقتي ايكوال خالص دول ما فيهوش اي حاجه. طلع بالحصان عشان طلع الفيل طبعا. طلعت بالفيل طبعا مش احسن حاجه. المفروض هنا في الموقف ده بيقول لك العب بيشوب اي 7 يعني عشان بس الفيل ما يبقاش الحصان ما يبقاش مربوط يعني. بس انا طبعا مش بلندر يعني عادي عاديه يعني. طبعا عداني كش خطيت بالفيل عادي جدا.
تلعب الوزير طبعا بقى اتفق معايا انا كده، خلي بالكم دلوقتي بقيت طبعا بتبدا مش احسن حاجه، يعني المفروض اكل الاول، ياكل بالوزير اغطي بالحصان. دوري كويس، دوري كويس. طبعا رحت بيت، طبعا بيت هو كمان. هات الفيل بتاعك ده، اكلت بالوزير عادي جدا. تفوق ليك خلي بالكم. اكلت بيريحني خالص كده خالص. بيلعب رخ واحد طبعا عايز يزيح البدأ. جيت برخ واحد برضه زاح، اكل اكلت عشان اعمل له ايه؟ بدأ ده ما يبقاش كويس، يبقى زي ده برضه ضعيف. انت عندك ضعف وانا عندي ضعف. لعبت رخ واحد البدأ طبعا حمى بالرخ. طلعت بالحصان طبعا بمنع له اي زقه طبعا. هات كلت طبعا على طول بيست موف على الانجن اكل. هنا بيقول لك كل، انا كنت هاكل على فكره، بس طبعا ايه، قلت هنخش اند جيم الدنيا متأكوله شويه، يعني ان هو بيقول لك هنا العب كل ياكل. انا كنت فكره العب دي بصراحه، بس هو طبعا هو هيرجع يحميه عادي جدا هنا عادي. بيقول لك هنا العب جي 4، ما اعرفش ايه فكرتها طبعا. لو لعبت كده خلي بالكم عادي يعني، بيرجع كده عادي. اصحاب البدع يعني بقى، ما اعرفش هنا بقى الافكار ايه، يعني شايف هنا الدنيا مش خلاص تفوق قل. وبعد كده انا مش شايف افكار كتيره، ممكن بيخش ملك كده بيحمي عادي جدا والدنيا سهله يعني، ما لقيتش هنا افكار كتيره بصراحه. قلت لا انا امشي بالوزير، وعايز بقى مناورات بقى، عايز حاجات زي كده بقى، هدا وهدا وهدا يعني، عايز شغل. هو طبعا رد وحش برضه، لاعب رخ، لاعب اف 4 مالهاش ست لازمه. لعبت كوين اس 3، هات البدايه مشي طبعا. اكل طبعا كده. خلي بالكم بقى دول ايكوال ليه؟ بيقول لك نلعب ان اتش 5 ما يعبركش. تخيلوا بقى. طبعا هو دخل في التفريعه اللي كسبني، وطبعا كان عنده دي كانت جامده. هنا بيقول لك لازم تمشي بالملك، تلعب كده وياكل تمشي كده. تخيل بقى دي الكش تمشي كده. دول كده ايكوال، ما اعرفش ازاي يعني. بيقول لك ادي الكش كده ويحاول ياخد تعادل. طبعا هو فكره مش في كده. هو اول ما زاح طبعا اف 4، هو فكره ان هو يلعب حاجات زي كده يعني هو ده فكره. فطبعا هو مبرمج على فكره. ما دي بقى شطرنج، دي مشكله الشطرنج. انت في فكره في دماغك، ضرب لازقه في دماغك هتلعبها، حتى عندك احسن منها هتلعبها برضه، هي مفيش غيرها. طبعا راح اكل، طبعا اكلت. طبعا دول كده بقى احسن خالص. طبعا هو في كل فكره يدي الكش ده وياخد البيضه، مع ان انا كان ممكن احميها خلي بالكم يعني. هو اداني كش، انا كان ممكن ارجع كده خلي بالكم. عادي جدا حامل بيضه وعايز ده بكش ومشاكل، وعايز كده كش واكل دوا في كذا حاجه. طبعا انا مشيت اول بس موبايل انجن، مشيت عادي كل البيضه. كلت بكش مشي، كلت بكش مشي. خدت بالحصان طبعا عادي جدا، عايز حاجه زي كده. طبعا رجع بالحصان حمى كل حاجه. اديته كش الاول مشي، زحت البيض عادي جدا. خلاص انا عايز الاقي بقى. كل ده عادي دي 3، جه عايز يكسرني. اديته كش عادي جدا مشي، زحت البيضه. طبعا رجع ورا. اديته كش بيست موف على الانجن، لا مش بيست موف على الانجن يعني، دلوقتي ده رقم 3 على الانجن. بيقول لك هنا العب جي 5. عايز ايه؟ عايز مات في واحد. لا مش مات في واحد، هو بيمشي هنا لسه يعني. عايز مات في واحد ان هو يمكن اعتقد يعني، مات هنا في واحد بس يمشي هنا برضه. المهم لعبت هنا ايه؟ لعبت كوين دي 6 دي 6 بكش مشي. هات التاني ما قولش حاجه، انا خلاص هو ما عندوش حاجه، حتى الكش اللي كان عنده دي هنا هو بطاريه ما عندوش، لا هنا ولا هنا ولا اي حاجه. فخلاص ده بيترقى مع نفسه مع التاني يعني. طب راح لاعب دي مالهاش اي 60 لازمه. زحت البيضه، زحت الكش. اكلت بالحصان. سلم خلاص، ما هيعمل ايه؟ ما عندوش حاجه يعني. وزير ده يروح فين؟ يمشي في اي حته. بجيب وزير. في الدنيا سهله. بس انت ما تخش تفرع مني وتلعبها، هتلاقي ناس بيلعبوا لك تفريعات تاني مختلفه. يعني ممكن تلعب مع واحد خلي بالكم، يعني ممكن تلعب مع واحد، تلعب كده يحلب لك مثلا ابسط مثال اف 3 بيشوط دي 3، ممكن يزيح. ده كله متاح بالنسبه له. ممكن يلعب حاجه اي 3، مش لازم ياكل. خلي بالكم الاكله دي تالتة على الانجن، وبتريح شويه الاسود. بتريح شويه الاسود يعني. الكلام ده المفروض على فكره انا ما بقولوش يعني. لان انا يعني انا خلي بالكم انا بلعب بطولات ساعات رابد او بليدز او حاجات زي كده، او ممكن كلاسيك ماتشات في الدوري. الكلام ده بتحضر لي يعني، انا ممكن حد يحضر لي على الكلام ده. بس عادي انا راجل انا راجل عامل قناه عشان الناس تستفاد. يعني انا لو عامل قناه، لو انا مش عايز مش هعمل بقول لكم انا ما اقولش الكلام دوت. انا خلاص لا اعمل قناه ولا اعمل بتاع، واقعد مع نفسي في البيت بلعب بطولات وخلاص وزي الفل وبلعب في الدوري. ما حدش يحضر له، مش معروف وخلاص على كده. لكن انا هدفي الاساسي، ولقيت الناس تعرف الكلام ده، هدفي الاساسي ان انا عامل قناه عالم شطرنج، ان انا الناس تستفاد، تتعلم تحضيرات، تلعب. ما يهمكش من اي حد عادي. انا ممكن خلي بالكم ممكن اغير عادي. انا في ماتش كلاسيك ممكن حد قبل يبدا ملك ما لعبش كاروكان اساسا يعني. يعني لو عارف الشخص ده محضر له وعارفني كويس، ممكن العب حاجه غير كاروكان عادي يعني. ممكن العب اي دفاع تاني. وعلى فكره انا عامل حاجات جانبيه يعني، انا عامل تفريعات جانبيه
أو دفاعات تاني بجانب الكاروكان، بحيث إن أنا ما يبقاش سهل التحضير ليّا أوي يعني، بس لازم أكون متقنها أوي يعني ما العبش دفاع تاني والدنيا تعك معايا لأ، ألعب دفاعات أبقى أنا عارف فكرتها وعارف ألعبها كويس. أتمنى تكونوا استفدتوا، وده الهدف الأساسي من الفيديوهات الرابط دي، حتى وفيديوهات الopening إنك تستفاد وتعرف الopening بيتلعب إزاي، وفكرة اللعبة مش تحفظش، يعني فكرة اللعبة إيه، اللعبة دي واللعبة دي واللعبة دي فكرتها إيه. أتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.